تفضل أبو سليمان وجه سؤالك. أنا بس في موضوع نادي القرن، هو التسمية الصحيحة فريق القرن، يعني فريق كرة القدم. صح. هذا واحد. اثنين، أنا معاك في الجزئية الأولى إنه أنت ما كنت موجود لما اكتمل القرن، وبالتالي ما تتحمل المسؤولية لو كان الهلال فعلا هو اللي يستحق. لكن ماني معاك في الجزئية الأخيرة لما قلت إنه في أندية قبل الهلال كم عمر الهلال. نعم. لا ما قلت لك كم عمر الهلال، لا قلت لك ان في أندية، يعني لا انا قلت لك بالضبط ان نادي الهلال في التسعينات في العشر سنوات من 1990 خلينا نقول لك لغايه 2000 حقق بطولات كثيره. في تاريخ الكرة الآسيوية مع احترامي وتقديري الهلال الأول يمكن دقيقة ما راح يعني خلنا نكمل فكرتي. في إذا أخذت تاريخ الكرة الآسيوية ما أخذت القرن اللي مضى، إذا أخذت القرن المضى أنا معك. الهلال أنت ما كنت موجود، لا أنت ما كنت موجود، إذا بن همام ما يتحمل المسؤولية. لكن إذا أخذت الإنجازات، الهلال هو الهلال السعودي هو أكثر فريق في الكرة الآسيوية حقق إنجازات على مستوى آسيا. إذا ما تأخذ موضوع إنه من الأقدم ما الأقدم إلى آخره، لأنه شوف أستاذي ما حرمت الهلال، لكن الهلال من دم يوسف اللي هو بن يعقوب، لكن الهلال السعودي، وأنا ماني بهلالي على فكرة، يستحق أن يكون فريق القرن الآسيوي. شوف خليني أقول لك صراحة، هذه ولكن هذا لا يعني يا أبو زايد التسليم بأي رقم يعطيني إياه أي موقع. لا، أنا لي عقل ولازم أفكر. أنا مرة أخرى أريد للكرة السعودية أن تحقق إنجازات حقيقية على الأرض أكثر مما يهمني. يعني مثلا أنا أحب أن الهلال الآن غايب عن الساحة الآسيوية من 2000. أنا شخصيا كسعودي أتمنى أن يعود الهلال للساحة كما هو الاتحاد مثلا. هذه هي باختصار شديد حتى لا يلتبس. إذن اعتراضك على المصدر لكن والتوقيت على المصدر لكن بصفة عامة، لو كنت أنت أحد من يرشحون نادي للحصول على نادي القرن في هذه الوضعية، من هو النادي الأكثر حصولا على الألقاب القارية حتى يمنح لقب؟ لن نعطي الهلال هذا اللقب بأمانة. ليه؟ الآن في هذا الوقت مين أكثر من الهلال جاب ألقاب؟ ألقاب كيف؟ ألقاب قارية. لا، إذا أنا الآن بطولات، تحدث عن بطولات وألقاب قارية. مرة أخرى، القرن انتهى عام 2000 ولا لا؟ نعم. صح؟ نعم. إحنا الآن سنة كم؟ 2009. 2009. صحيح؟ نعم. على وشك أن تنتهي 2009. صح؟ وندخل في 2010. إذا صار لنا تقريبا 10 سنوات على انتهاء القرن. ما أستطيع أقول الآن الهلال الآن هل هو فعلا سيد الكرة الآسيوية؟ عظيم. إذا الآن عظيم. وسليمان، من له الحق في منح الوطنية ونزعها من أي شخص؟ لا أحد سوى المحاكم. المحاكم ممكن في قضايا معينة يجلب الشخص أو ترفع عليه دعوة ويمكن تسحب. إذا قلنا أن الوطنية هي الجنسية قد تسحب بحكم قضاء. هذه في الخيانة العظمى. أن تسحب مني وطنيتي بمجرد رأي قلته، يعني صراحة أبو زايد هذه كارثة. وهؤلاء الناس يسيئون للبلد، مش حنا اللي نسيء للبلد. يعني لما يطلع أي سعودي ويقول إن هؤلاء الناس اللي يتكلموا في خط الستة ويقولوا آراء رياضية أيا كانت هذه الآراء تعجبهم ما تعجبهم، هذول عندهم أهداف غير رياضية. ورجل اقتصاد. نعم. بس عادي حرم من فرصة العمل في نادي الهلال. الكلام اللي قاعدين ينظرون له الآن لا مش تنظير. لحظة. أنا حقيقة عشان بس نتكلم بشكل كويس. أنت باستطاعتك في النهاية يا أبو سليمان، أنت في النهاية باستطاعتك أن تلغي عقد وتجيب واحد ثاني. ما جاب كويس. خلنا أتكلم لك بس. جاب واحد يماني. مين اليماني؟ واحد يماني حل محله واحد يماني. طيب شو المشكلة؟ هو يتكلم عن فرصة عمل للسعوديين. أنا ما أتكلم عن السعوديين. هو يتكلم عن فرص عمل للسعودة. أبو زايد أنا بتكلم بس يا أبو زايد. الكرة السعودية كانت ضحية بطولة الخليج. الكرة السعودية أبو زايد تتفق معي ولا لا؟ تملك إمكانيات التفوق، صح؟ تملك إمكانيات التفوق ولا لا؟ تملك الموهبة، المال، الجمهور، الإعلام إلى آخره. زين؟
توظف الإمكانيات أو ما توظف هذا موضوع ثاني، قد توظف وقد لا توظف هذا موضوع آخر، نقاش آخر. الكرة السعودية كانت مثل العملاق اللي حبسته وسط قمقم. ما هو هذا القمقم؟ هو بطولة الخليج. الكرة السعودية كانت مثل الطاقة المتفجرة اللي حبستها، حطيت لها محبس اسمه بطولة الخليج. عندما تحررت الكرة السعودية من بطولة الخليج انطلقت كالبركان. اشرح لي هذه. كانت عقدتها بطولة الخليج. طيب بطولة الخليج. طيب معلش رجل اخذنا كاس اسيا قبل بطولة 94 صح ولا؟ اخذنا كاس اسيا ب 96 ودخلنا قبل 84. اتكلم قبل 84. هي عقدة صح. عقدة لاننا كاس كوبا امريكا لا ما هو كنا عقدة قويين يا للبرازيل. ابو ابراهيم. في بدايات الدورات كنا نبالغ بالقوه، ما كنا قويين، ما كنا قويين بديك خلاص. اجلس نص ساعه وتفضل كمل يا استاذي الين نهايه الحلقه. تفضل كمل. بس اكمل هالفكره وبس. كمل الفكره حقتك يا رجل قول الفلسفه هذه العجيبه هذه، فكره الطاقات. قبل 84 انا اتكلم بالتحديد قبل 84 كان كانت الكرة السعودية ضحية بطولة الخليج. يعني كيف تحرروا؟ بس أنا نفسي أفهم كيف تحرروا من العقدة. يعني تحرروا إنه مسكوا دورة الخليج كده وسووها كده. يعني كيف كانوا طالعين من بطولة؟ اعتراضي إنه أحيانا نتقاطع وأبو سليمان يتحول إلى شخص عدواني حقيقة عندما نقاطعه. هي عادي يا أبو زايد، أحيانا نتحاور، لكن لا تقمعني يا أخي لما أنت بغيت تضرب أحمد السمراني بعد حلقة. لا تتحدث. لا عيب الكلام هذا، عيب انك تتكلم في امور خارج الحلقه. هذه سقطه يا استاذ. انت تتحدث. لا اسمح لي لحظه. لا اسمح لي، انا ما بسمع هذا الرجل يتحدث عن خارج الحلقه. عيب عليك. طبعا أنا كما تعرف يا أبو زايد من الرص في القصيم، فأطلع أزور الوالد الله يطول عمره. طبعا أول ما تطلع من الرياض على يدك اليمين مؤسسة الجزيرة الصحفية، فأنا كل ما أطلع أسمع أنين في المؤسسة. وأنت في السيارة؟ وأنا في السيارة. في يوم من الأيام قلت خليني أسمع إيش قصة الأنين، طلعت على طريق الخدمة ووقفت وسألت السكيورتي، قلت يا أخي أنا كل ما أمر أسمع أنين. فقال لي هذول الجماعة من فاز النصر على الهلال من 1995 وعندهم هذا الأنين. وفي العمود الأسبوعي للكاتب القدير الأستاذ محمد الدويش، والذي جاء في مقالته لهذا اليوم في عمود الكلمة هدف، أو في زاويته الكلمة هدف، وتحت عنوان نصر شخص أم كيان نصر. تعليقك فهد؟ ولا شك أنه الأستاذ الكبير محمد الدويش أبو أنين يقصد. فأنا كل ما أطلع أسمع أنين. ولا شك أنه الأستاذ الكبير محمد الدويش أبو أنين أسمع أنين في ولا شك أنه الأستاذ الكبير محمد الدويش أبو أنين من الأيام قلت خليني أسمع إيش قصة الأنين. ولا شك أنه الأستاذ الكبير محمد الدويش أبو أنين قلت يا أخي أنا كل ما أمر أسمع أنين. ولا شك أنه الأستاذ الكبير محمد الدويش أبو أنين وعندهم هذا الأنين. ولا شك أنه الأستاذ الكبير محمد الدويش أبو أنين